السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله أقدم لحضراتكم النهاردة صينية بطاطس بالصدق، صينية حلوة جدا. معايا هنا أول حاجة حبايب قلبي دي صلصة جاهزة على الطبخ على طول. دي حلوة قوي، جتني هدية جميلة جدا، جربتها لقيتها حلوة قوي. معايا هنا البهارات حبايب قلبي: معلقة شطة صغيرة، معلقة فلفل أسمر، معلقة بهارات 7 بهارات، معلقة ملح صغيرة، مكعب ماجي. طبعا مكعب الماجي اختياري، والفلفل الأسمر هي معلقة صغيرة قوي. معايا هنا فنجان زيت، ربع فنجان زيت. معايا هنا بصل، بطاطس، فلفل كوبي. طبعا التقطيعة أي تقطيعة تفضليها. معايا هنا نص كيلو صدق. معايا هنا طماطم مقطعاها شرايح وشايله القشره بتاعتها، بتشيل القشره بتاعتها، بتدي طعم مختلف، طعم حلو قوي. اول حاجه حبايب قلبي انا برص الطماطم بطريقه حلوه قوي، برص الطماطم بطريقه منظمه مش عشوائي زي ما حضراتكم شايفين كده، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بوزع فلفل كوبي. عايزه تحطي فلفل حراق مفيش مشكله خالص، زي ما انت عايزه. معانا البصل انا مقطعاه حلقات كده او جوليان، قطعيه طبعا بالتقطيع اللي تريحك. برصه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. برص بقى البطاطس فوق البصل على طول. رصيت البطاطس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبعدين مكعب الماجي هوزعه كده على البطاطس من فوق. وطبعا دي كوبايه ميه. كوبايه ميه طبعا انا هنزل اول حاجه بالصلصه الجاهزه، صلصه الطماطم حلوه جدا بصراحه، انا جربتها لقيتها جميله جدا. بنزل بقى بالبهارات واحده واحده. معلقه شطه صغيره، معلقه 7 بهارات، معلقه فلفل اسمر صغيره جدا. ما تحاوليش تزودي البهارات في صينيه البطاطس بالصدق، لان الصدق فيه كل حاجه. انا كمان حاطه معلقه ملح صغيره جدا، مش حاطه كتير، لان هو فيه ملح وفيه كل حاجه. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بوزع الخليط اللي انا عملته في كوبايه ميه. دي كوبايه ميه كبيره. اول حاجه حبايب قلبي معايا ربع فنجان الزيت، هنزل بيه كده. ممكن تحطي معلقتين زيت بس زي ما انت عايزه، طبعا الماده الدهنيه ترجع لك. نزلت بالصدوق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هديله كده صدمه على النار. التركيه دي مهمه جدا وبتفرق قوي في الطعم. عايزه تحطي مكعب زبده براحتك زي ما انت عايزه. انا بقى بشوحه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا مش بسويه، انا يا دوب بس بديله صدمه كده وبشوحه حاجه 5 دقايق كده على النار او دقيقتين وخلاص. بعدين بحطه على الصينيه. شايفين الجمال ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم التركه دي بتفرق فعلا في الطعم، بتخلي الطعم بالورق الفويل. وبخرم كده بالشوكه، هخرم كده بالشوكه زي ما حضراتكم شايفين. مش عايزه تخرمي براحتك، بس هو بس عشان ايه البخار يطلع من الاخرام دي. انا حطيتها على النار حوالي 5 دقايق على النار من فوق زي ما حضراتكم شايفين كده، طلعت معايا بالشكل ده. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره عاليه. انا هنا طبعا صينيه البطاطس خلصت معايا، وعملت جنبها رز بالشعريه، وقطعت جنبها خس وخيار، وكان فيه مخلل بس بصراحه نسيت احطه يعني. متنسونيش بقى حبايب قلبي في اللايك والشير وكومنت كده جميل من حضراتكم، من كومنتاتكم الجميله اللي بتسعدني من قلبي. شايفين بقى الجمال ما شاء الله، شايفين الجمال. طبعا لو عايزين تعرفوا بقى الجمال ده اتعمل ازاي، خشوا بقى شوفوا الفيديو ومشاهده كامله حبايب قلبي. ربنا يسعد قلبكم.